صباح الفل والورد، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. بعتذر طبعا على صوتي في بداية الفيديو علشان انا تعبت فجأة. عايزه اقولكوا اليوم كان ماشي، ده فيديو مقسوم على يومين. اليوم كان ماشي كويس جدا، وزي ما انتم شايفين رحت عند ماما، كنت قاعده بتكلم معاهم والدنيا كانت كويسه جدا. بس كنت عماله اقول لاختي اعملي لي حاجات سخنه، لاني كنت حاسه في حاجه في زوري بس كانت خفيفه جدا. خلصت وجبت شوية الأسماك دي أحطها في الفريزر، علشان خلاص كل سنة وانتوا طيبين، صيام العذراء. دول عامة مش هياخدوا معايا أكتر من أسبوع، 10 أيام. كمان اشتريت ازايز المية دي من شركة لمسة. أنا بحب حاجات الشركة دي جدا جدا، لأن حاجتها نضيفة والبلاستيك بتاعها نضيف جدا، ودايما بي 5. وكمان جبت الشراب ده كان عاجبني قوي، فقلت لازم انوره لكم. هو لونه افتح من كده شوية في الحقيقة. وكمان جبت خضرة للمحشي علشان هعمل تاني يوم محشي. بشيلها كده في الفوطة وبحفظها لتاني يوم. بصوا لفتها ازاي كده. عايزه اقول لكم الخضره دي ممكن تقعد عندكم اسبوع بالمنظر ده. انا ما غسلتهاش، لو غسلتيها مش هتقعد. بس انا بجيبها وبغسلها وبلفها كده في فوطه او مناديل جوه الفوطه، أنا عشان ما غسلتهاش فما حطيتهاش في مناديل. بتقعد عندي بالتلات واربع وخمس ايام مغسوله، حلوه جدا، جربوها. لا جبتها كده. والفلفل ده عشان اعمل محشي بكره. والانسان يا جماعه كل ما بيكبر بيبقى محتاج ماما اكتر ما هو صغير. ماما لما لقيتني تعبانه كده وريت لي البتنجان واديتهوني كده، قالت لي خديه برضو ما تغسليهوش، يعني قبل يعني ما تستخدميه اغسليه علشان بيجلد. معلش بتلخبط في الكلام لاني بجد تعبانه قوي وسخنه جدا. والمفروض ان بكره عندي محشي، يعني انا مش عارفه هعملها ازاي دي بصراحه. والفلفل انتوا عارفين سهل بقى. هشيل كل ده كده في التلاجة، والصبح ان شاء الله من غير شر هشيله وهروح لما كل ده وهغسله وهظبطه وهغسل الخضرة واقطعها. بس انا حبيت اقول لكم الطريقة دي لانها بجد اكتر طريقة جربتها. شفت فيديوهات ناس بتحطها في مية، وناس بتجففها، وناس بتعمل فيها حركات يعني انتي بتبقي مش محتاجاها. فانا جربت الحركة دي بجد ريحتني جدا، بقالي سنين ماشية عليها. وكمان الازايز اللي انا وريتها لكم دي للاسف مش هقدر اغسلها دلوقتي، هغسلها الصبح لاني انا بجد تعبانه جدا، وربنا يستر الموضوع ما يتدهورش مني الصبح. خلصت كده السمك وتبلته وحطيته في الاكياس. الجمبري انا بعمله شوربه اهو. بحط جمبري وبحط كاليماري وبحط كابوريا وبحط فليه وبحط شويه تحبيشه كده، ولو عندي بلح بحط. فظبطتهم كده البوري والبولتي، ودول زيادة ما دخلوش في العلبة فخليتهم بره. اوعوا تشيلوا اسماك في الفريزر بدمها نهائي، يبقى انتوا كده بتدمروا الفريزر وبتدمروا الحاجة. بصوا انا مثلا النهارده هعمل العلبتين دول، بروح مطلعوهم يفكوا. اول ما بيفكوا اللي بقليه بقليه، واللي بعمله في الصينيه سنجاري بعمله، واللي بشوي بشوي، بتبقى الحاجه زي الفل. اهم حاجه ما تتاخروش عن السمك في التلاجة، هما اخره اسبوعين عشان تحسوا ان السمك لسه فريش. هو طبعا يفضل ان احنا نحط السمك يعني ناكله بالهنا والشفا اليوم اللي احنا هنجيبه فيه. بس طبعا عشان النزول والطلوع وظروف اللي حوالينا وكده، وظروفنا كلنا اللي بتبقى مش مناسبة، ونبقى عايزين حاجات عندنا في الفريزر نأمن بيها نفسنا. حد جالنا فجأة، حد جات لنا عزومة، نلاقي فيه صنف زيادة في الفريزر، كل ده بيساعد معانا. آه، السمك فاتحة سنجاري وسايباه للشوي اهو باين. بس هشيلهم كده بقى في الفريزر وانا مطمنة. بتتعبي نص ساعة وبترتاحي بقى كذا مرة. بس كده. سامعين الصوت داخل في قلبي. يلا بسرعة بقى عشان عايزة اكل. عايزة اقولكم النهاردة متدمرة تعبانة جدا.
النهارده تاني يوم. نفسي اوصف لكم الريحه والطعم. انا دقته بس سخن جدا، معلش بقى صوتي بايظ خالص. تعالوا اتفضلوا معانا حاجه كده على السريع وبالتعب. الحمد لله على كل حال. معلش في فيديو النهارده صغنن عشان انا النهارده ما عملتش اي حاجه غير الاكل ده وتعبانه جدا. لما جيت عملت التسبيكه بتاعه المحشي زودت صلصه علشان اخليها للمره اللي جايه، علشان المره الجايه تبقى سهله عليا. دايما بحب اعمل صلصه زياده. هقول لكم الكلام دوت في فيديو تاني بالتفصيل عشان انا مش قادر. تعالوا اتفضلوا معانا، اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه. لما بيكون حد عيان في البيت لازم ارش المخدات وارش البطانيه واهويها. دي ميه بديتول مركز خفاه كده. عايزه اقول لكم الدكتور اللي كان قايل لي على الموضوع ده، انا يعني مش بعمله من دماغي. جربوه هتلاقوا البرد بيخف بسرعه والعيا بيمشي من البيت، ومش كله بيت عادي. حتى السجاد يا جماعه، السجاد برضو برشه والستاير وكل حاجه. بس كده. ودلوقتي خلاص اخر اليوم، لاني انا خلاص جبت اخري خلصت. طبعا لما بكون عيانة او حد عيان عندي بروح مغيرة الملاية يوم ويوم يوم ويوم، يعني الواحد طول ما هو نايم بالليل طبعا ما بنعرفش، بيعطس بيكح، في حاجات بتخرج من الفم او الانف فبتبقى مش مضمون. فكده احسن واضمن يوم ويوم تتغير حلوة قوي. دلوقتي اقدر اقول لكم اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.